السلام عليكم. مرحبا بكم في حلقة جديدة ديال البودكاست ديال علاش وكيفاش. اليوم عندنا الحلقة رقم 31 وغادي نهضروا فيها على واحد الموضوع جديد اللي كيأثر على حياتنا وعلى العالم كله. الموضوع اللي غنهضروا عليه اليوم هو الإيديولوجيا. اذا بحال ديما غادي نبداو الحلقه ديالنا بالتعريفات، لانه ملي كيكون عندنا تعريف كنقدروا نفهموا مزيان هذاك المفهوم اللي باغيين نهضروا عليه باش من بعد نتعمقوا فيه. الكلمه ديال الايديولوجيا واحد الكلمه قديمه بزاف، جايه من اليونانيه القديمه ومقسومه على جوج، ايديا ولوغوس. ايديا هي الفكره، وهاد الكلمه ديال ايديا راه يكون بزاف منكم كيعرفها حيت كاينه تقريبا في اغلبيه اللغات الاجنبيه اللي كنعرفوا، بحال دابا الفرنساويه ايدي، بالانجليزيه ايديا الى اخره. فايديا هي فكره، ولوغوس هي الخطاب ولا بالدارجه الهضره. اذا ايديولوجيا اللي هي المجموع ديال جوج كلمات ديال ايديا لوغوس هي الخطاب ولا الهضره اللي متعلقين ولا اللي جايين من فكره. هذا بالنسبه الى خدينا الكلمه ودرسناها، ولكن الى خدينا التعريف اللي هو معروف واللي كيخدموه الناس، الايديولوجيا غادي نلقاو هي مجموعه ديال الافكار والتوجهات والمعتقدات اللي كتفسر السلوك والطرق ديال التعامل ديال واحد النوع ديال بنادم اللي كيكون متبعهم. يعني مثلا انت كيكون عندك واحد العدد ديال الافكار اللي كتتبعهم، هما المنهج ديالك في الحياه اللي كيخليوك انك دير واحد القرار ولا انك تمشي لقدام في واحد الحاجه. فهذه كتسمى الايديولوجيا ديالك. الايديولوجيا هي اللي تتعطي الشرعيه لبزاف د الحوايج، ولا هي اللي تتفسر للناس علاش هما عطاو الشرعيه لبزاف د الحوايج. مثلا ان هذاك اللي تيحكمهم عنده واحد الافكار اللي هما متفقين عليهم وتيقولوا هذه الايديولوجيا ديالو الافكار ديالو تتعطيه شرعيه باش انه يحكم، ولا تتعطيها شرعيه باش انها تحكم، وكتخلي حتى الناس يدافعوا على هذاك اللي تيحكم عليهم الا كانوا متفقين معاه في هذوك الافكار حيت عندهم نفس الايديولوجيا. الايديولوجيا اثرت بزاف في العالم، واثرت بزاف على كيفاش العالم غادي، واثرت بزاف على بزاف الاحداث اللي وقعوا في العالم، ماتوا بسببها بزاف الناس، تبدلوا بزاف ديال الحوايج على واحد الانواع ديال الايديولوجيات اللي كانوا وقعوا في العالم. وهي واحد الحاجه اللي مازال غادا تبدل وتبدلات وكتطور وكتاثر بزاف على العالم بحال اللي قلنا. مؤخرا ولات الايديولوجيا عندها علاقه كبيره مع السياسه، واخا هي في الاول كما قلنا عندها علاقه غير بالافكار، يعني اي واحد عنده فكره تقدر تكون عنده ايديولوجيا، ولكن مؤخرا ولات الايديولوجيا عندها علاقه بالسياسه. يعني من تنقولوا شي واحد عنده واحد الايديولوجيه معينه غالبا تنقصدوا عنده واحد الافكار معينه اللي تابعه لواحد الحزب سياسي، ولا اللي تابعه لواحد الطرف سياسي في واحد الاتجاه معين اللي كيدفع في شي حاجه اللي عندها ديك الافكار. على حسب ما قلنا في هذه التعريفات كاملين كنستنتجوا بانه اولا الايديولوجيا هي واحد الحاجه اللي عندها علاقه بالجماعه، يعني مجموعه الناس. ما يمكنش نقولوا انه انت عندك ايديولوجيا بوحدك. بطبيعه الحال ممكن يكون عندك افكار ديالك بوحدك اللي نتايا خاصين بك، ولكن في هذه الحاله ما غاديش نقولوا ان الايديولوجيا ديالك قويه ولا مؤثره، لانه اهم الحوايج في الايديولوجيا هي انه يكونوا بزاف الناس متاثرين بها باش حتى هما يمشيو معك في هذيك الطريق. مثلا الا كنتي غدير حزب، ولا الا كنتي غادي تنشر شي فكره ما بين الناس باش ديروا شي حاجه، فايديولوجيا ديالك بوحدك ممكن ان تكون عندك، ولكن ما عندهاش قيمه كبيره، لانه الهدف ديال الايديولوجيا هو يجمع بزاف ديال الناس باش انهم كلهم يكون عندهم واحد الحاجه مشتركه بيناتهم. الايديولوجيا ما فيهاش صحيح ولا غلط، وهي ماشي علم. وهنا كاين واحد النقطه اللي مهمه بزاف، لانه دابا انا كنهضر بطريقه محايده، ولكن ملي كتجيب شي واحد عنده واحد الايديولوجيا ما غاديش يكون متفق، يقول لك انا الايديولوجيا ديالي هي اللي صحيحه وداكشي الاخر كله غلط، وهذا الشيء ما فيش نقاش و100% هو اللي كاين. بينما من الناحيه المحايده كنلقاو ان الايديولوجيا ما فيهاش واحد الحاجه اللي صحيحه ولا غلط، حيت هي ماشي علم. ما يمكنش شي واحد يقول لك الا طبقنا هذه الايديولوجيا غيكون العالم حسن من الا طبقنا الايديولوجيا الاخرى، لانه كل حاجه فيها المزايا ديالها وكل حاجه فيها هذيك المساوئ ديالها. فما يمكنش اولا كاع الناس يكونوا متفقين على واحد الحاجه، هذه من الناحيه النظريه ما يمكنش. واخا يكونوا متفقين غادي يكونوا شي مزايا في شي حوايج وشي مساوئ في شي حوايج اخرى. وهذا الشيء راه وراه التاريخ، يعني وراه واحد العدد البلدان اللي خداو واحد الحاجه اللي سميتها ايديولوجيه الدوله. ايديولوجيه الدوله هي ملي الدوله براسها كدير ايديولوجيه، مثلا كتختار واحد المنحى معين وكتمشي في هذاك المنحى. راه كاين بزاف ديال الامثله في التاريخ، لا القديم لا التاريخ المعاصر، اللي كيبين هذوك الدول انه كاين شي حوايج فيهم اللي نجحوا وشي حوايج فيهم اللي فشلوا، وكاين امبراطوريات نهاروا الى اخره. باش ما نبقاوش تنهضروا غير بواحد الحاجه نظريه ولا فضفاضه، نحاولوا نشوفوا سميتو امثله ديال الايديولوجيات باش ناخذوا فكره عليهم، خاصه هادو واحد الحوايج اللي غنكونوا كنسمعوا بهم تقريبا بزاف لا في الاخبار ولا قريناهم ولا شي حاجه. مثلا كاين الايديولوجيا الاناركيه
الايديولوجيا الاناركيه هي الناس اللي تقول لك احنا ما عندنا ما نديروا بدوله، ما المفهوم ديال الدوله ما عنده حتى معنى، وكاع المؤسسات وداكشي ما عندهم حتى افاده، الناس يقدروا يعيشوا غير بوحدهم فاهمين بيناتهم عايشين بخير، ما محتاجينش حنا لهادشي ديال المؤسسات وتخلص ضريبه وداكشي ما كينفع في والو، غير كيضيع غير الفلوس. حنا بيناتنا غادي نتفاهموا. تعطيو امثله مثلا كيقول لك اسبانيا في وقت الحرب الاهليه راه كانوا عايشين واحد النوع ديال الاناركيه وكانوا الناس عايشين بخير، كاين الامن. ولا كيقول لك شحال هذه ملي كانوا القبائل ما كانش عندهم واحد المؤسسات ولا شي حاجه، واخا كانوا عايشين بخير غير بيناتهم في اطار الاناركيه. هذا نوع ديال الايديولوجيات. كاين الايديولوجيا السلطويه اللي هي ايديولوجيا كاينه في بزاف ديال الدول اللي ماشي ديمقراطيه، كتسمى حتى الايديولوجيا القمعيه، واللي هي فيها بكل بساطه ان طريقه الحكم يعني عندها علاقه بالقوه. يعني ماشي حيت نتايا فرحان بهذاك المسائل اللي عندك في البلاصه اللي انت ساكن فيها، انما حيت انت مطبقين عليك واحد القمع ولا واحد الحاجه بزز منك كتكون عايش في ديك الايديولوجيه، وشي مرات انت براسك كتاثر بها وكتولي كتطبقها مثلا على عائلتك ولا على صحابك ولا على المحيط ديالك الا انت ولات عندك واحد شويه السلطه في شي حاجه اخرى. كاين الايديولوجيه الشيوعيه، الايديولوجيه الاشتراكيه، الايديولوجيه الراسماليه. هادو كل وحده فيهم راه هضرنا على بودكاست بوحده، وهادو الافكار ديالهم زعما راه واضحين وباينين. الاغلبيه ديال الناس اللي مهتمين غير شويه بالسياسه ولا بهاد المسائل غادي يعرفوا الفرق بيناتهم، واللي ما عرفش الفرق بيناتهم يقدر يمشي للبودكاستات اللي مخصصين لكل وحده من هادو. كاين الايديولوجيه الشعبويه بحال اللي كيمثلوها بزاف الناس بحال دونالد ترامب اللي كتكون فيها الهضره على حاجه ولكن الواقع حاجه اخرى. كاين الايديولوجيا النسويه ولا الفيمينيزم اللي هي الايديولوجيا اللي كتدافع على حقوق المراه، اللي ولات اولويه عند بزاف ديال الناس مؤخرا خاصه في هذا القرن الاخر. كاين الايديولوجيا الدينيه اللي هي انه الناس واحد العدد الناس مثلا كيستعملوا الدين باش هو اللي يكون الطريقه ديالهم اللي يخدموا في السياسه، عن طريق سميتو عن طريق انه يهضروا مع المصوتين ديالهم ولا النخب هذوك الناخبين ديالهم باش انهم يصوتوا عليهم في اطار انه هذاك الدين غادي يحققوه. واخا من بعد واش داكشي غادي يكون بصح ولا ما غاديش يكون بصح هذاك موضوع اخر. وبطبيعه الحال الموضوع الاخر عاوتاني واش هادشي غير انتخابات ولا كاين واحد الناس اخرين اللي تيحكموا بالدين بلا ما يكونوا عندهم علاقه بالانتخابات. ولكن هادشي كله كيبقى في الايديولوجيا الدينيه اللي هي بصفه عامه الاستغلال ديال الدين في السياسه، لا في وقت الانتخابات ولا في اوقات اخرى اللي كتعطي شرعيه لهذوك الناس اللي تيحكموا ولا اللي عندهم سلطه باي شكل من الاشكال. فهاد الانواع كل هذه الايديولوجيات كما كتلاحظوا متنوعه بزاف وكاين فيها بزاف ديال الاطياف، يعني بزاف ديال الطرف، فكل طرف في جهه ويقدروا يكونوا متناقضين بيناتهم، وهذا الشيء كيخلق مشاكل. وداكشي علاش قلت يلاه قبيله في الاول الحلقه مستحيل انه تجمع كاع الناس العالم وديرهم في ايديولوجيه واحده، لانه كل واحد عنده واحد الاتجاه يقدر يكون 180 درجه مبدل مع الاتجاه الاخر. وهذا الشيء اللي كيخلي انه المساله ديال الايديولوجيات واحد المساله اللي معقده واللي صعيب انه الواحد يحلها ويلقى توافق بين كاع هاد الناس. اذا عرفنا الايديولوجيه وشفنا شويه ديال الطرق كيفاش الناس كيشوفوا الايديولوجيه، وشفنا حتى واحد الانواع ديال الايديولوجيات اللي كاينين في العالم، واخا هما راه كاينين بزاف 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 وما غاديش نقدروا في هذا البودكاست القصير نهضروا عليهم كاملين، ولكن غير باش ناخذوا فكره. بحال اللي قلنا الايديولوجيه هي واحد الحاجه اللي كتاثر بزاف على العالم، لانه هي واحد العدد ديال الافكار اللي كتخدم بزاف في السياسه. وحنا راه هضرنا في الحلقه ديال السياسه على انه هي السياسه براسها هي الطرق باش كتسير الامور، لا في الناحيه المحليه لا في الدول لا في الناحيه الدوليه لا في العالم. يعني كيفاش كيتحكم العالم هو راه براسو مرتبط بايديولوجيات، لانه ديك الايديولوجيات بحال كيربحوا بنادم الوقت، ما كيحتاجش كل مره شي واحد جديد يخترع افكار جديده، انما كياخذ شي افكار اللي هي اصلا موجوده اللي داروها شي ناس قبل منه دي 300 عام 400 عام 1000 عام، وهذوك الافكار يقدروا يتطوروا من بعد مع شي حوايج، ولكن الافكار الاساسيه كتبقى هي بحال دابا الافكار ديال الاشتراكيه راه هي في الاصل ديال انه كاع الناس خصهم ياخذوا بحال واغلبيه الحوايج خصها تكون مالكهم الدوله، بينما الراسماليه مثلا فيها بزاف د الحوايج اللي هي العكس. يعني هذه الافكار الاساسيه هي ولكن من بعد كنلقاو تطبيقات مختلفه. بحال دابا كاين الناس اللي كيطبقوا الماركسيه ماشي كلهم بحال وهذا الشيء راه هضرنا عليه بالتفصيل يعني في الحلقه ديال الاشتراكيه. من اللي قلنا مثلا كاين الماركسيه اللينينيه هي داكشي اللي كان دايرو ماركس وزاد عليه لينين شويه ديال التطويرات، ولكن حتى الماركسيه التروتسكيه ولا الماركسيه ديال غرامشي ولا على حسب شكون هذاك بنادم اللي زاد تطور في الماركسيه اكثر. وكاين حتى الماركسيه الاسلاميه هما ملي جاو واحد العدد ديال الباحثين مسلمين ولا ديال السياسيين مسلمين ولا مناضلين لقاو بانه اكبر وحده من انتقادات الماركسيه هي انها ما تهتمش بزاف بالدين، فجاو هما
وزادوا هذا الجزء الديني مثلا في الحاله ديالهم الدين الاسلامي لانهم مسلمين، ولقاو واحد الطريقه باش يوافقوا ما بين الماركسيه والاسلام. وكاين اللي حتى كان تيقول لك انه الاسلام راه في الاصل ديالو راه ماركسي، لانه تدعو الى انه ما يبقاوش الطبقات الى اخره. فهذه واحد الحاجه اللي صراحه مثيره للاهتمام، ما عرفتش شنو مثيره للاهتمام بالدارجه بحال انترستين. هذا مثير للاهتمام علاش؟ لانه تتبين انه الايديولوجيا تقدروا يتخلطوا بيناتهم اذا كانوا الناس مثلا عندهم واحد السياقات اللي كيخليوهم يجمعوا هذه الايديولوجيات. بحال اللي قلنا الايديولوجيا الماركسيه تقدر تجمعها مع الايديولوجيا الاسلاميه الا انت كنت عندك ثقافه اسلاميه وفي نفس الوقت عاجبينك الافكار ديال ماركس، واخا هما تيبانوا في الاول متناقضين مع الاديان وما عندهمش مع الاديان. تتحاول تقلب انت كيفاش تجمعهم وتقدر انت كاع تخلق ايديولوجيه جديده بحال هذه الماركسيه الاسلاميه. وكاين بزاف ديال الحوايج بحال هكا. مثلا مشينا الايديولوجيا النسويه اللي هي الايديولوجيا ديال الفيمينيزم، كنشوفوا بانه هذوك النسويات ولا المناضلات النسويات كاملين اللي كانوا في الاول كانوا كيدافعوا على المرأة من واحد المنظور خاص اللي هو المنظور الغربي، نقدر نقولوا مسيحي ولا ابيض ولا شي حاجه بحال هكا. فبزاف ديال العيالات اللي هما من افريقيا ولا من اسيا ولا امريكا الجنوبيه ما كانوش تيشوفوا راسهم في هذا النموذج هذا، وكانوا تيلاحظوا انه هذوك العيالات اللي هما المناضلات النسويات الاولات كانوا بحال تيديروا راسهم وصيه عليهم. يعني تتقول لهم نتوما غديروا بحال هكا وبحال هكا وبحال هكا، ولا ما درتيوش بحال هكا راك نتوما ما غاديش تكون عندكم حقوق المراه. مثلا المساله ديال الحجاب ولا المساله ديال العلاقه بالدين بصفه عامه ولا بزاف د الحوايج واحد اخر. فهذا خلى خرجت واحد الحاجه اللي جديده اللي سميتها بوست كولونيال فيمينيست ولا بوست كولونيال فيمينيزم، اللي هي النسويه ما بعد الاستعماريه. يعني هذوك العيالات اللي جايين من البلدان اللي كانت مستعمره تقول لك حنايا راه عندنا واحد التقاليد ديالنا وعندنا واحد الاوضاع اللي كنا عايشين فيها، وما محتاجينش وحدين اللي عايشين في واحد البلايص اخرين اللي هما كانوا براسهم مع ديك الدول اللي كانت مستعمرانا، انهم هما غيجيو يعطيونا دروس في حنايا كيفاش غادي ناخذوا الحقوق ديالنا ولا كيفاش غنتحرروا كمراه. لانه المراه المتحرره في المغرب ما دايرش بحال المراه المتحرره في اليابان، ما دايرش بحال المراه المتحرره في كندا. كل سياق كي داير، وما يمكنش هذاك الشيء اللي خلى المراه تحرر في النرويج هو اللي غادي يخلي المراه تحرر في تونس مثلا، لانه كل مجتمع كي داير وكل الطرق كيفاش دايره. فهذا النسويه ما بعد الاستعماريه ولا ما بعد الكولونياليه هو حتى هي واحد الايديولوجيا نقدروا نسميوها جديده، وكتجمع ما بين جوج ايديولوجيات اللي هي الايديولوجيا النسويه الاصليه زائد الايديولوجيا اللي ما بعد استعماريه ولا ما بعد كولونياليه. وكما قلنا على بحال هذه الماركسيه الاسلاميه ولا هذا الايديولوجيا النسويه ما بعد الكولونياليه، كاين بزاف ديال الطرق باش الايديولوجيات كيتخلطوا، لانه الايديولوجيا هي واحد الحاجه اللي اصلا طورها بنادم. وهنا غادي نجي لواحد النقطه مهمه، غادي يقول لك وسيدي دابا كاين ايديولوجيات اللي هي صالحه لديما، بحال دابا الا جينا نهضروا على الايديولوجيا الدينيه هو راه صالحه لديما. كيفاش انت واش بغيتي تبدل الدين ولا شنو؟ هنايا غادي نرجعوا لواحد الحلقه واحده اخرى مهمه اللي هضرنا عليها، اللي هي الحلقه ديال التاويل. في الحلقه ديال التاويل هضرنا انه كاين واحد الرساله اللي تتصيفط وكاين واحد اللي كيتلقاها. ففي النقط اللي عندها علاقه مثلا بالدين، بزاف ديال الحوايج في الدين هي عباره عن تاويلات. يعني وصلت واحد الرساله وكل واحد كيفاش تيأولها. فملي كتجي نتايا وكتقول انا غادي نطبق هذه الايديولوجيا الدينيه مثلا بواحد الدين معين في الحزب ديالي ولا في الدوله ديالي ولا شي حاجه، راه انت تطبق التاويل ديالك لهذاك الشيء، ماشي تطبق هذاك الشيء اللي حقيقي اللي كاين تما. وكل واحد عنده التاويل ديالو الخاص ولا كل جماعه عندها التاويل ديالها الخاص، وهذا في حد ذاته راه كيدير واحد ما غاديش نقولوا مشكل، لانه التاويل راه طبيعي يكون تاويل مختلف، ولكن كيخلق واحد الفروق. يعني مثلا غير في هذوك الايديولوجيات الاسلاميه راه كاينين منهم بزاف. الاحزاب الاسلاميه ديال بنغلاديش ما دايرش بحال الاحزاب الاسلاميه ديال الجزائر، ما دايرش بحال الاحزاب الاسلاميه ديال المغرب، ماشي بحال ديال ليبيا، لان كل وحدين عندهم السياق فين عايشين، وكل وحدين كيفاش كيشوفوا هذوك المسائل هذوك، كل وحدين كيفاش داز عندهم واحد الصيروره تاريخيه ديال التطور ديال الدين الى اخره. وهنا بغيت نرجع لواحد النقطه مهمه بزاف باش الناس ما يسحب لهمش انا تنهضر غير على الاحزاب. ملي تنهضروا على هذه الايديولوجيا تنهضروا على اي واحد اللي داخل في السياسه، حتى الناس اللي ماشي في الاحزاب، وحتى الناس اللي هما تيحكموا بلا ما يصوتوا عليهم، حتى الناس اللي هما معينين، هادو كلهم راه يقدروا يكونوا عندهم ايديولوجيات. وشي مرات هذوك الايديولوجيات ديالهم تكون خطر. علاش؟ لانه هادوك اللي تتصوت عليهم في الانتخابات الى مثلا ما عجبوكش تقدر المره الجايه ما غتصوتش عليهم. اما هادوك اللي ما تيصوت عليهم حتى واحد، كاين واحد الاشكال هو انه كتلقاهم تما ما يمكنلكش انت تبدل هذا الشيء. وهذه زعما كاينه واحد الاشكاليه في بزاف د البلايص في العالم. يعني كتلقى واحد العدد الناس اللي عندهم واحد المناصب اللي هما معينين فيها ولا واخدينها بواحد الطريقه من الطرق بلا ما يختارهم الشعب، اللي كيكون فيها واحد الاشكال، لانه هما يقدر يكون عندهم ايديولوجيه اللي مختلفه على الايديولوجيه اللي اغلبيه الناس مثلا كيتصوروا بها. وهذا غيدينا لواحد المشكل واحد اخر اللي هو ما عنده حتى علاقه بهذه الحلقه، ولكن هو مشكل مهم، هو المشكل ديال الديمقراطيه. وحنا هضرنا على الديمقراطيه في واحد الحلقه من الحلقات الاولى، وقلنا واحد السؤال اللي كان في الحقيقه مهم، هو واش الديمقراطيه
واحد الحاجه اللي كتعني باللي الشعب الا اختار شي حاجه واش خصها تطبق، ولا عاوتاني كاين الطريقه الاخرى ولا النظره الاخرى اللي هي واش الا شي وحدين كيعرفوا المصلحه ديال الشعب حسن منه غادي هما ياخذوا بيديه واخا ما يكونوش ديمقراطيين وبقاو موصلينه باش انه يتطور باش واحد الوقت يكون واجد للديمقراطيه. هذا واحد السؤال اللي كيتطرح بزاف ديال البلايص اللي هما ماشي ديمقراطيين باش يشوفوا كيفاش يقدروا يوصلوا للديمقراطيه الا اصلا كانت واحد النيه للديمقراطيه. إذا عرفنا الإيديولوجية وشفنا واحد العدد ديال الإيديولوجيات وحتى النوعية ديال كيفاش يقدروا يتلاقاو بيناتهم بعض المرات على حسب السياقات اللي عند الناس. واحد الكلمة مهمة اللي غادي تكونوا كتسمعوا بها وإلا شي واحد يكون ما سمعهاش مزيان أنه يكون عارف شنو المعنى ديالها، هي الكلمة ديال مؤدلج. شي واحد مؤدلج في العربية هي شي واحد عنده إيديولوجية، ولكن عادة كتقال على هذوك الناس اللي هما داخلين في واحد الايديولوجيه وغارقين فيها ومقتنعين بها بزاف لدرجه ما غاديش يناقشك ولا غيخرج منها، فكتسمى شي واحد مؤدلج. يعني عاده ما غاديش يكون محايد وغادي يكون متحيز بزاف لهذيك الايديولوجيه اللي هو تيامن بها مهما كانت هذيك الايديولوجيه ولا ديك الافكار. هذه الكلمه علاش هي مهمه؟ لانه بزاف د النقاشات اللي غادي تشوفوا في السياسه ولا اللي غادي تتبعوا في حياتكم، واحد تلقى واحد تيتهم الاخر تيقول له انت مؤدلج ولا انت ماشي محايد وعندك اصلا واحد الاجنده ولا واحد الافكار اللي ما غاديش تبدلهم وخا نعيو وما نناقشوا. هذا كيجيبنا لواحد النقطه اللي هي مهمه، اللي هي السلبيات ديال الايديولوجيه ولا المشاكل اللي كاينين مع الايديولوجيه. دابا اعتبرنا ان الايديولوجيه في الاول واحد الحاجه اللي عندها ايجابيات، لانه ما يمكنش حنا كل مره نبقاو نخترعوا افكار جديده والا ما عمر ما نتقدموا في العالم. اذا ديما كناخذوا واحد الافكار اللي هما موجودين وكنزيدوا عليهم شويه على حسب السياق اللي حنا فيه وداكشي وكنصوبوهم، بحال اللي هضرنا على النسويه ما بعد الكولونياليه ولا الماركسيه الاسلاميه الى غير ذلك من بزاف ديال الايديولوجيات اللي بحال هكا. المشاكل ديال الايديولوجيه هي من الواحد كيتطرف في هذيك الايديولوجيه ولا كيدخل فيها بزاف. يعني مثلا غناخذوا الفكره ديال شي واحد اللي عنده واحد الايديولوجيه معينه اللي كتامن بواحد العدد الافكار وكيشوف باللي المجتمع ولا العالم خصو يكون داير بحال هكا. المشكل الاول هو انه الاغلبيه الناس اللي كيكونوا داخلين في واحد الايديولوجيه ومتعمقين فيها هي انهم تيكونوا كيامنوا بان ديك الايديولوجيه ديالهم هي اللي صحيحه وكل شيء الاخر غلط. مثلا الا كان شي واحد شيوعي بالنسبه له الشيوعيه هي الصحيحه وكل شيء الاخر خايب. الا كان شي واحد مثلا من نسوي متطرف ولا ليبرالي متطرف ولا عنده واحد الايديولوجيه اي كما كانت كاع الايديولوجيات كتطبق عليهم القضيه، كيشوف راسو هو بوحدو اللي عنده الحق والاخرين كلهم خايبين وغالطين وخصهم يا اما يوليو بحالو يا اما هما غيكونوا خايبين. ما كاينش هذه القضيه ديال التسامح ولا تحاول تفهم علاش الاخرين دايرين هكا، والا انت كتولي خايب بالنسبه لديك الايديولوجيه ديالك حيت الايديولوجيه ديالك تبنات على انها هي صحيحه ما يمكنلاش تكون غلطه. وهذا في حد ذاته مشكل، لانه بحال اللي قلنا في الاول الايديولوجيه ماشي واحد الحاجه علميه، هي ايديولوجيه تقدر تكون منطقيه. يعني منطقيه هي الا تبعتي هذا المسار الف باء جيم وداكشي غادي يوصلك لواحد الطريق اللي تقدر تكون عندها نتائج ايجابيه. ولكن بزاف الايديولوجيات يقدروا يديو لهذوك النتائج الايجابيه. مثلا دوله تقدر تتبع الاشتراكيه ويتقدم الاقتصاد ديالها بشي طريقه من الطرق حيت كلشي غيولي خدام، وتقدر تتبع الراسماليه وتا هي الاقتصاد ديالها يتقدم بطريقه من الطرق الى جابوا استثمارات وخدموا مزيان وكانوا معقولين ما غشوش. يعني تبعوا ديك الايديولوجيات بجوج يقدروا ينجحوا. فداك الشيء علاش كنقول ما كايناش ايديولوجيه صحيحه ما كايناش ايديولوجيه غلطه، كاين التطبيق ديالها كي داير، واش انت معقول، واش انت ماشي ديكتاتوري. بزاف ديال الحوايج بحال هكا هما اللي كيخليو النتائج تبان. اما الايديولوجيه في حد ذاتها هي واحد الوسيله باش كتوصل لواحد النتيجه. من بعد كيوليو النتائج مختلفين، لانه ولا جينا نشوفوا بحال اللي قلنا الشيوعيه ولا الاشتراكيه مع الراسماليه راه النتائج اللي كيبغيو يوصلوا لها مختلفين. حيت وحده عندك المجتمع كلشي تقريبا داير بحال والدوله هي اللي قابطه كلشي، وعندك واحد المجتمع واحد اخر اللي مبدل بزاف في نفس الوقت فيه مشاكل اخرى، مشاكل اقتصاديه، كاين الفقر، كاين شحال من حاجه. فكما قلنا الايديولوجيه ملي كتطرف فيها كيولي مشكل ديال انه انت كيسحب لك بوحدك اللي عندك الحق والاخرين كلهم غالطين، وفيما كتزيد تبقى تقوقع في هذا الشيء فيما كاين مشكل كبير. ودابا مع الذكاء الصناعي بحال دابا اللي كاين وهاد التكنولوجيا هذا الشيء كيخلق مشكل، حيت الاغلبيه الناس اللي عندهم شي ايديولوجيات كتلقاو مثلا انت وصحابك عندك شي افكار متفقين بيناتهم ولا شي حاجه، كتلقى الفيسبوك واليوتيوب وجوجل وداكشي تيبقى يصيفط لك غير داكشي ديال صحابك اللي هما اصلا عندهم الافكار بحالك، فكتولي كتقوقع في داكشي. كيسحب لك العالم كله كيفكر بحالك، واخا انت تفكر يمكن بوحدك في العالم ولا انت وصحابك في شي افكار، كيسحب لك راه العالم كله بحالكم. وهذا الشيء كيخلق واحد المشكل كبير في العالم
من ناحيه ديال الناس كيفاش كيشوفوا العالم. كاين واحد الناس اللي عايشين في واحد القوقعه اللي كيصحاب لهم مثلا انه المغرب راه واحد الدوله غنيه والمشكل الوحيد اللي عندنا هو الحيوانات ما عندهم فين ينعسوا ولا شي حاجه، شي حوايج بحال هكا. علاش؟ حيت هو ديك العالم اللي كتلقى عايش فيه كيشوف فيه غير هاد النوع ديال المشاكل، وما عارفش انه راه كاين حوايج اخرين عندهم علاقه بناس اخرين اللي عايشين في مشاكل اخرى. ونفس الحاجه في العالم كله. يعني مثلا كاين الناس اللي عايشين في الميريكان اللي كيبقاو غير مقوقعين بيناتهم، كيسحب لهم راه كل شيء داير بحال هكا. ابرز مثال على هادشي هو هذيك الملكه ديال فرنسا قبل ما يديروا الثوره الفرنسيه، الملكه ماري انطوانيت ولا مرات الملك. ملي كانوا داروا الثوره وقالوا لها، قالت لهم علاش دايرين الثوره؟ قال لها الناس ما لقاوش الخبز. هي تقول لهم ياكلوا البريوش، واحد النوع ديال الحلوى، لان هي بالنسبه لها راه الخبز موجود والبريوش موجود فما كاينش مشكل. وهذا تيدل على ديك بحال اللي كنقولوا الواحد مديكونيكتا على العالم. وهذا هو الخطر ديال الايديولوجيا، انت كتديكونيكتا على العالم، كتبقى مكونيكتا غير مع الايديولوجيا ديالك والناس اللي كيفكروا بحالك وكتديكونيكتا. كاين واحد الخطر واحد اخر ولا واحد المشكل واحد اخر اللي هو كبر، هو المشكل ديال انه كتمحيك انت كفرد. يعني القضيه ديال الايديولوجيه عاده ملي تيكون شي واحد عنده، كنهضروا دابا على الناس اللي متبعين واحد الايديولوجيه بواحد الشكل كبير، ماشي شي واحد اللي غير عنده افكار وعايش حياته عادي. هادوك الناس اللي تتبعوا واحد الافكار بواحد الشكل كبير وعايشين عليهم نهار وليل، كتلقى بانه مثلا هو كفرد ممسوح، ما عندوش هذيك الهويه ديالو كفرد. وهضرنا على الحلقه ديال الهويه حتى هي بوحدها، ولكن الايديولوجيا راه عنصر مهم في الهويه. الهويه ديالو كفرد ممحيه. علاش؟ لانه ديك الايديولوجيات فيهم الجماعه هي الاساسيه، وكيفاش هذيك الجماعه غدير شي حاجه. مثلا الا كان شي واحد عضو في شي حزب، الراي ديالو ما تيكونش مهم بزاف، لانه الراي ديال الحزب وكيفاش هذا الحزب غيمشي هو اللي تيكون مهم. وشي مرات شحال من مره كتلقى شحال ديال الناس اللي هما كاينين في احزاب اللي هو واخا ما باغيش شي حاجه ولا ما قبلهاش كيقبلها لان الحزب ديالو صافي بغاها الدار. وكاين اللي كاع كيتحشم، يعني مثلا كتلقى عنده واحد المنصب ولا شي حاجه والصحافه كتبدا تعايرو واخا هو ما قابلش داكشي، ولكن ما يقدرش يقولها قدام الناس لانه يخسر العلاقه ديالو مع الحزب ديالو، يقدر يمشي للمنصب ديالو. فهذه كتخلق مشكل، انه انت بسبب هذيك الايديولوجيا اللي عندك كتولي انت كانسان الشخصيه ديالك ممسوحه، حيت خصك تبع هذيك الايديولوجيا ولا ديك الجماعه اللي عندها ديك الايديولوجيا. وثانيا كيكون عندك الحس النقدي ديالك ضعيف، حيت انت كتولي شايف العالم كله غير من ديك الزاويه من واحد المنظور، وما كتبقاش تنتقد داكشي لانك انت اصلا متفق مع داكشي وعايش فيه حياتك كلها ولا واحد المده طويله ديال حياتك. فما كتنتقدوش، ما كتهضرش مع الناس اللي هما كيكونوا ضدك لانه بالنسبه لك هذوك غالطين وخايبين، وكيخلق مشكل. وهذا الشيء عنده واحد المخاطر كبر، خاصه من كنهضروا على السياسه اللي هي ما كيتسمى بالاطلاقيه ولا توتاليتاريانيزم. هو ملي كتولي السلطويه وانه كيولي واحد النوع ديال القمع. يعني مثلا كاين بزاف ديال البلدان العالم اللي هي تاسست بثوره، يعني مثلا روسيا مورا الثوره البولشيفيه راه كانت ثوره، يعني كان عندهم واحد الظلم ديال الامبراطور ولا التصار. ومورا ما جات الثوره هذوك الثوار كل الهدف ديالهم هو الحريه والديمقراطيه، وداكشي صدقوا هما داروا ديكتاتوريه واحده اخرى ورا الناس عارفين ستالين شنو دار الى اخره. وهادشي وقع في بزاف د البلدان في العالم. مثلا كوبا وقع فيها نفس المشكل، داروا ثوره على الديكتاتور باتيستا ومن بعد ولاو هذوك اللي داروا الثوره هما النيت لي ديكتاتوريين. وكاين هادشي وقع في بزاف د البلدان افريقيا اللي كانوا فيها شي وحدين اللي هما ماركسيين. شحال من بلاد كانوا فيها قاده ماركسيين، مثلا موغابي روبرت موغابي ديال الزيمبابوي راه كان قائد ماركسي ومشى للحبس، ومن بعد ولا تحكم ولا ثوري، لانه علاش تعمى بهذيك الايديولوجيه ديالو. ولا هو باش يحافظ على الايديولوجيه ديالو من ولا تحكم ولا تحارب هذوك الاخرين اللي هما ليبراليين ولا شي حاجه وتمتدوا من الحبس وما بقاش ديمقراطي. فتقدر تكون انت عندك ايديولوجيه ديمقراطيه مني تكون نتايا محقور، ولكن ملي تتوصل انت لهذيك المرحله ديال انك انت اللي تتولي تحكم ما تتبقاش ديمقراطي، لانه تتخاف انه دوك الاخرين يدورك بلاصتك ولا يولوا ضد الافكار ديالك اللي في الحاله مثلا ديال شي وحدين كانت شيوعيه ولا تقدر تكون اي حاجه اخرى. وهذا مخاطر كبير ديال الايديولوجيا. علاش؟ لانه الانسان ما تيكونش باغي يبدل الايديولوجيا ديالو بزاف. الا عندك انت واحد النوع ديال الايديولوجيا واحد الحوايج اللي مامن بهم ما كتفيقش كل صباح وتقول ايوا عرفتي شنو اليوم كنت فيمينيست ايوا غدا غادي نكون انارشيست. لا، لانه غادي تكون واحد الحوايج اللي مقتنع بهم الواحد بزاف وما كيتبدلوش. فانه ما كيتبدلوش كيخليو انه يقدر يكون صعيب عليه باش انه يتقبل التغيير في المستقبل، وسهل عليه باش انه يولي ديكتاتور ولا شي واحد قمعي. وهذا مشكل كبير 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 بالنسبه للايديولوجيا. وكيخلينا نطرحوا اخر سؤال بالنسبه لهذه الحلقه اللي هو انه لاحظنا في التاريخ وفي العالم انه بزاف الايديولوجيات من الناحيه النظريه زوينه وملي كتجي تطبق كتكون خايبه. وكاين بزاف الناس يدافعوا على هذا الشيء، تيقول لك ايوا راه هذوك الدول الشيوعيه مثلا راه ما صدقوش الحال هذه لانهم ما طبقوش الشيوعيه ديال بصح وطبقوا داروا اخطاء ولا شي حاجه. ولكن واش نقدروا بصح مثلا نطبقوا هذه الشيوعيه ديال بصح، ولا نقدروا بصح نطبقوا الفيمينيزم ديال بصح، ولا نقدروا نطبقوا مثلا شي دين بواحد الطريقه اللي ما فيهاش التاويل ديال بنادم؟ هذه الاسئله هذه ما بين واش نظري وتطبيقي
كاين هذا الفرق بيناتهم واش يقدر يتصايب ولا لا، ولا غادي تبقى ديما الايديولوجيات غير ايديولوجيات، وحنا كبنادم اللي خصنا نتفاهموا بيناتنا ونكونوا متسامحين اكثر ونحلوا المشاكل ديالنا بواحد الطريقه اللي عارفين واعيين انه كاين بيناتنا فرق، وفي نفس الوقت باغي نمشيو نتقدموا بحياتنا للقدام، ماشي نبينوا انه حنا اللي عندنا الحق. من ولاية ولا ويغضب والله اللي تهرسها الكراس اللي بغى الجنة يدنا اللي بغى ولادو يتصوخر اللي انت ما يبقى تبقى